choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. many نقط traveled across the seas. هنا بيقول لي كثير من الإيه بيسافروا عبر البحار to find new lands and trade routes علشان يجدوا أراضي جديدة وطرق تجارية. تعال نجرب الاختيارات. teachers مدرسين طبعا خطأ. farmers الفلاحين خطأ. artists الفنانين برضو خطأ. يبقى أكيد كلنا عارفين الإجابة explorers يعني المستكشفين. Number 2. النقط is a group of families. هنا بيقول لي إيه مجموعة من العائلات living together with shared traditions بيعيشوا مع بعض ومشتركين في التقاليد. تعال نجرب الإجابات. rival منافس طبعا خطأ. strategy يعني استراتيجية طبعا خطأ. value قيمة طبعا خطأ. آخر كلمة عندنا هي كلمة tribe، وكلمة tribe يعني قبيلة، وطبعا دي الإجابة السليمة علشان نقول إن القبيلة دي هي مجموعة من العائلات بيعيشوا مع بعض وبيتشاركوا التقاليد. Number 3. The antonym of the word نقط is solid. هنا بيقول لي عكس كلمة إيه هي كلمة solid، وكلمة solid معناها صلب. عايزين عكس كلمة صلب. تعال نترجم. روكي يعني صخري طبعا خطأ. هاي يعني عالي خطأ. exact يعني بالضبط برضو خطأ. آخر كلمة عندنا هي كلمة هالو، وكلمة هالو هي الإجابة السليمة لأن كلمة هالو معناها أجوف، يبقى عكس الصلب الأجوف. دي أكتر كلمة مناسبة لعكس كلمة صلب. Number 4. The prefix نقط هنا بيقول البادئة إيه gives the opposite of credible. بتدينا عكس كلمة credible. طب الأول يعني إيه كلمة credible؟ كلمة credible يعني مصدق أو موثوق. تعال نشوف فين البادئة اللي هنجيبها قبل كلمة credible علشان تحولها للعكس، بدل مصدق غير مصدق. very good in يبقى بدل credible مصدق تبقى incredible غير مصدق. وكده نكون خلصنا، وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.